سولني قال لي واش الصحراء مغربيه. هذا علاش تيقلب؟ ما كبر المنكر ما تعرفهاش. انتم جاوبوني هذا علاش تيقلب هذا. عاود واحد في تيلبورغ في المانيا في هولندا عند العباسي قبل ما يكون العباسي رئيس، هو ادريس قليف والجماعه. كاتب انا الحديث المنكر في السبوره، نقريهم الحديث المنكر مصطلح الحديث. كتبت الحديث المنكر في السبوره، درت لقيت القسم كله فيه شي 25 30 طالب وكلهم صغار ابناء 20 25 عام. واحد في الوسط جالس سمين متين اصلع وابيض والدم يتفتق من وجهه، هو اللي نشاز في وسط هذوك الطلبه، غريب في وسط منهم ما تيشبه لهمش. هز يدو اعطيته يتكلم، عنده سؤال. اش قال لي؟ ما تجيش بالكم اش قال لي. فكروا، حاول شي واحد يقول شي حاجه. لا هذاك المابريه داز، هذاك راه بلومبي، هذاك السباك. قال لي سول السؤال اللي قال لي هذا اللي جالس في وسط الطلبه، وحنا درس اصطلاحي، درس ديال القسم، ماشي وعظ وارشاد. سولني قال لي واش الصحراء مغربيه. هذا علاش تيقلب؟ ما كبر المنكر ما تعرفهاش. انتم جاوبوني هذا علاش تيقلب هذا. علاش تيقلب هذا؟ قلت له الصحراء مغربيه وهذا اجماع، واللي قال غير هذه الهضره ما تنتكلموش معاه وتنضرقوه بالباب. ودخلت الحديث المنكر، هو الحديث الذي خالف فيه الضعيف الثقه. واستمرينا. هذا منين جا؟ هذا تيبين الاخوان ان الدواء عندها شي خطوره وعندها شي افات وعندها شي امور خصوصا يرد البال ويطلب الله عز وجل التوفيق. ما تعرفش شكون اللي غادي يكون جالس. مره واحد في كندا تيبان شويه قاري، وهذوك القاريين الا ما كملوش القرايه سموهم ابن تيميه الانصاف. قال نصف فقيه ونصف طبيب ونصف متكلم. نصف طبيب يفسد الابدان، ونصف فقيه يفسد الاحكام، ونصف متكلم يفسد الاديان.